العمل العظيم، وربنا يجعله كده في ميزان حسناتكم جميعا، ونرجو انكم تحافظوا عليه ويكون ده بداية انتشار كبير بالنسبة للبحيرة ان شاء الله. اخونا الدكتور ابراهيم هيتكلم معاكم عن البيان بتاع الشيخ في هذا الكلية، وبعدها هيبقى في تساؤلات زي ما قال اخونا الحاج شريف، ومفيش حرج. كل اللي عايز يسأل عن اي حاجة، وخاصة نمرة واحد في الأسئلة الخاصة بالطريقة وبالإخوان. بعد كده لو في حاجات شخصية أو في مسائل شخصية ممكن تبقى بعد اللقاء، يبقى دي لها حالة خاصة في وقت، عشان الحالات الشخصية ما تعرضش على ملأ الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، شكرا مولانا الإمام الحسين، شكرا شيخنا أبا العرضين يا أبا العينين، شكرا سيدي فخر الدين، شكرا مولانا الشيخ إبراهيم، شكرا مولانا الشيخ محمد، الشيخ إبراهيم، الشيخ محمد عثمان عبد القرآن. اللهم من ودهم ودا، ومن علمهم علما، ومن عزهم عزا يا رب العالمين. اللهم من فضلهم فضلا، ومن جودهم جودا يعمنا ويشملنا أجمعين. اللهم احمنا وأهلنا وإخواننا كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. ارزقنا اللهم بهذه اللحيضات علما نافعا لقلوبنا وأرواحنا وعقولنا وأجسامنا وكلنا وجزئنا بفضلك وجودك وكرمك ومنك يا كريم. اللهم ولا تجعل فينا مطرودا ولا تعيسا ولا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بإسعادهم يا رب العالمين. اللهم وتولنا بولايتهم يا رب العالمين. اللهم وافتح لنا أغلاق قلوبنا بفضلهم وجودهم وكرمهم ومنهم يا رب العالمين. شيء لا يوصل الفاتحة. هذا يطيب لنا في هذا المقام افتتاح زاوية ودار الجديد لسيد إبراهيم أن نفتتح هذا الأمر بقول سيدي فخر الدين رضوان الله عليه: الله أكبر ما تزينت السماء والأرض فوق جبينها الأفراح، أنعم سويعات الوصال ويا لها أيام سعد ليلهن صباح. ونتوجه بكلياتنا وجزئياتنا وبقلوبنا وأرواحنا أن يسري فيها في هذه الدار قول سيدي فخر الدين: دار بها المكلوم يجمع أمره، دار النسير وساطع البرهان. دار بها المكلوم المجروح يجمع أمره، دار النسير وساطع البرهان. اللهم بارك في هذه الدار وبارك في روادها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخواتيم ببركة الرؤوف الرحيم. أما عن بيان مولانا سيدنا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم، فهو كالعادة في كل عام كما لو كان بيدينا كده يعني برنامج عمل لعام مقبل واستشراف لأحداث عام مقبل، واللي يعني يقولوا الأثر يدل على المسير. نراجع البيانات بتاعت السنين اللي فاتت ونشوف البيان بيتقال النهارده، وشوف سنة جاية تلاقي الأحداث مطابقة لما جاء في البيان. وهذا من فضل الله وتوفيقه، وعلامة كبرى على شيء عظيم جدا في علم التوحيد اسمه كرامات الأولياء. الكرامة خرق عادة يجريه الله على يد ولي صالح، وهي بنت المعجزة. خرق عادة يجريه الله على لسان أحد المرسلين، أو على يعني مقام أحد الأنبياء والمرسلين.
فيعني الحمد لله السنة دي مولانا يبشر بشريات. ونقول بيان، هذا بيان للخلائق كلها. من الذي يستطيع أن يخاطب الخلائق كلها؟ من اللي يعرف يخاطب الخلائق كلها إلا إذا كان واحدا والكل فيه؟ إلا إذا كان واحدا قال فيه ربنا في كتابه الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هو ده الإمام المبين اللي هو خليفة الله في الأرض، اللي هو عنده 99 اسم، عنده وفى ما منه الخليل قد ابتلي فصار إماما ذا مقام علية. فعشان كده بيعرف يخاطب الخلائق كلها، والخلائق كمان كلها بتسمعه. ليه؟ لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يعني جاي كده وهو جاي يعني من رحلة وداخل على المدينة، يقول: هذه طابة، هذه طيبة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. حتى الجبل بيحبه وبيحب. معناها في لغة بين الجمادات وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك لغة بين الجمادات وسائر ذرات الكون وبين خليفة الله في الأرض، وإلا لا تصح له خلافه. عشان كده بمنتهى البساطة سيدنا عمر يقول: لو عقبت دابة، ده مش إنشاء، ده مش موضوع تعبير أو مبالغة، لا، ده كلام حقائق. لو عثرت دابة في الشام لسئل عنها عمر، لأنه المفروض أن عينه عليها لتحكم بين الناس بما أراك الله. ربنا اللي بيوريه. عشان كده مولانا يقول: أرى، مش كده وبس، وأري حبي وربي مظهري، وإن حروف المحكمات لأولادي دول أدلتي. أدلته يعني إحنا المفروض أدلته ولولا مرادي أن تكون معارفي ببعض قلوب للجمال اطمأنتي لحارت أدلة طالبي بغيهبي ولو أنفقت أعمارها ما استدلت. فالبيان محتاج شغل. بيان السنة دي محتاج شغل كبير، شغل تقيل، وعايز يعني أنا أقول لكم مثل ما كانش في الحسبان. يعني مولانا في أول البيان، أنا هتكلم في آخر البيان لكن هضرب لكم مثل. يعني مولانا في أول البيان، أول كلمة في البيان: الحمد لله الكبير المتعال. الحمد لله الكبير المتعال. إيه يعني الكبير المتعال؟ ما اسمين من ضمن 99 اسم. مش ممكن. يا إحنا عندنا عقيدة يا ما عندناش عقيدة. مش ممكن هو اختار الاسمين دول من 99 كده عبثا. اللي يقصد حاجة بالكبير وحاجة بالمتعال. هنقول بس كده الكلام يعني من باب المكتوب. يعني اختص هذين الاسمين الشريفين لحكم سامية، منها أن وصف الله بالكبير يدلنا على أنه أكبر من أن يدرك. فأحد يدرك مقام الخليفة مش ممكن. وهكذا خليفته يقال فيه: على فوق الفهوم مراد ربي خلافته من البشر السوي. وعايز يقول لك يعني الحمد لله الكبير. لما سألوا سيدي فخر الدين قولوا له الله أكبر يعني إيه يا عم الشيخ؟ قال: يعني أكبر من أن يدرك. فلما يقول الحمد لله الكبير يعني أكبر من أن يدرك. ولما يقول كده معناها خليفته في الأرض برضو أكبر من أن يدرك. فلازم نخلي بالنا من هذا الاعتبار. ليه؟ عشان ما نوقعش في المحظور. المتعال ففيه الدلالة على تنزهه عن كل ما يتوهمه الإدراك من عجز إزاء مرادات الخلق ومخالفاتهم للحق. يعني تقول لي خليفة الله في الأرض ما بيمنعش المعاصي ليه؟ لا، هو متعالي ومتنزه عن مثل هذا الوهم. يعني ما يصحش أبدا إنه يجري لسان القدر
بما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش واحد بيهيمن كده على لست عليه بالمسيطر، ما ينفعش، هو متعالي عن ذلك. يعني سيد كله، كل واحد يفعل ما يشاء، وفي النهاية في حساب وفي ثواب وفي عقاب. أنا بس حبيت أضرب مثل إنه ما فيش كلمة تتساب في البيان. لكن إحنا موضوعنا النهارده مهم، وحواليه برضه مواضيع يعني. إنه مولانا بيقول الطريق تربية وسلوك. فطبعا مولانا عمل الطريق تربية وسلوك، وعمل التربية نوعين: جسدية وروحية وأخلاقية. ففي تربية جسدية وفي تربية النوع الثاني روحية وأخلاقية. وقال التربية الروحية والأخلاقية خاصة بالخبراء العارفين، هم للعارفين بالله. وقال ما ينفعش سلوك بدون تربية. الكلام ده هنتكلم فيه، هنعلق عليه. وقال والله يا ريت كل واحد فيكم يعرف مكانه في التربية. طب بإيه يا عم الشيخ هعرف مكاني في التربية بإيه؟ قال تعلم مدى سلوكك. يعني انت سلوكك ازاي؟ هو ده موضوع الساعة بصراحة. يعني هو ده الحاجة اللي ناقصانا واللي عايزين يكملوها لنا من فضلهم. يعني تنمية التربية بتكون بحاجتين. يعني عشان الواحد يتربى في الله كويس وتزيد تربيته بتكون بحاجتين: المحبة والاتباع. نقص التربية، قلة التربية بتكون بحاجتين برضه: الغلظة والابتداع. خلينا شوية في الموضوع ده لأنه ده موضوع يعني لو ما طلعناش بحاجة أبدا من الدنيا إلا بالموضوع ده فإحنا كده نكون أنجزنا. يا سيادنا إحنا ساعات في زحمة الحياة بننسى إن إحنا صوفية. يعني إيه بننسى إن إحنا صوفية؟ يعني الواحد بيتصرف تصرفات ما يعملهاش المسلم العادي اللي لسه داخل الإسلام النهارده. يعني مرة مثلا أحكي لكم على حاجة، موقف بسيط بس وراه حاجات كتير. يعني مثلا قالوا يلا الفطار، ده في الحلية، يلا الفطار، كان بوفيه مفتوح. تلاقي الإخوان بتجري جري عشان كل واحد يلحق مكان. ممن انت تلحق مكان قبل من؟ قبل اخوك. يعني انت عايز تاكل قبل اخوك، محدش بينتبه. لذلك مولانا سيدي فخر الدين قال كده قولة مشهورة: قال يلزم المريد ينتبه. يلزم المريد ينتبه. كلمة والله تحطها في برواز وتعلقها في الصالون: يلزم المريد ينتبه. بس انتباه. مرة كده مولانا الشيخ سيد أحمد معدي على معسكر جيش، فسامع الراجل من جوه بيقول صفا انتباه. وقف والناس كلها وقفت معاه. يا مولانا قال بالذمة جيش بيحكموا الصفا والانتباه، ممكن حد في الدنيا يغلبه؟ قالوا له لا. قال لهم عشان كده حضرة النبي قال فهم خير أجناد الأرض. صفا وانتباه. أهو المريد المفروض يكون دايما محافظ على الحتتين دول: رضاعة ورضعت هوى آل أحمد. وهو قال ووعد وقد وعدنا فارتقب. قال إيه؟ قال وأرضعت أبنائي هوى آل أحمد فأورثهم طه الصفاء ورحمتي. امال ايه اللي بيحصل ده؟ امال ايه اللي بيحصل لنا كل يوم ده؟ تلاقي الواحد مثلا ينفعل وساعات يسيب يشتم وساعات يعلي صوته ويمد ايده وساعات يقوم مادد مع ايده رجله وساعات يوصل الامر لدرجه انه ابن طريقه وساعات يوصل يقول لك ده بيسيب الدين. سيب الدين وابن طريقه كرسالة.
ده ناتج عن عدم الانتباه. وهو محدش ينفي انه ابن طريقه بس نضحك عليه. نضحك عليه بايه؟ بان هو لم يتبع. وبعدين الشيخ قال ايه؟ تنميه التربيه بايه؟ بالمحبه والاتباع. نقص التربيه بالغلظه والابتداع. ليه؟ ما هو يا مولانا المحبه ما ممكن المحبة تحصل إلا لأنهم أحبوك. زي ما بيقولوا فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا. فالحمد لله حبونا وحبناه. طيب أدي المحبة. الاتباع ده عندنا فيه مشكلة. إيه مشكلتنا في الاتباع؟ القواطع الأربعة. القواطع الأربعة: النفس والدنيا والشيطان والهوى. تيجي تتبع تلاقي نفسك مش متبع، مش قادر. طيب يطلع لك المشايخ في الحتة دي، ما هم دول دورهم يعملوا ايه؟ يقول لك عليك بالأوراد. بتعمل ايه الأوراد؟ يقول مولانا الشيخ ابراهيم رضوان الله عليه مرة كده، يقول الأوراد بناخد منها القوة. ناخد منها القوة. القوة دي احسبها زي ما تحسبها، القوة الظاهرة والقوة الباطنة كل واحد. لكن كمان الأورادات اللي عملها سيد فخر الدين وصاغها ونظمها في بناء وإحكام لم يرى الوجود أو لم يرى التصوف له مثيلا. يعني حد نظم الأوراد والتصوف زي سيد فخر الدين ما شفناش. لا، يقول لك الأوراد للرجال القارئين وغير القارئين، أوراد للرجال وأوراد للنساء، الرجال القارئين وغير القارئين، النساء القارئات وغير القارئات، أوراد السير وأوراد التحصين والفوائد. نظام. ويحلف مرة ويقول ولست بحلاف المهين المعنت، يقول ما جبت لكم ورد من كتاب إلا من الحضرة النبوية. أوراد. بس إحنا عندنا حاجات ما بنتبعهاش. يعني مثلا مرة مولانا الشيخ محمد قريب خالص يعني عاملين له مجهزين له كرسي زي الكراسي دي كده، وهو سايب الكرسي قاعد تحت. معلش الناس عجايز، معلش سامحني. قاعد على الأرض وبعدين بص في الوضوء كده، قال حد فيكم معاه كتاب أوراد؟ كل واحد حط ايده على جيبه، ولا واحد معاه كتاب أوراد. يعني المصيبة. حد فيكم معاه كتاب أوراد؟ انتوا ولاد طريقة؟ ايوه يا عم شيخ، بس نسينا النهارده نحطه. طيب مين فيكم راجع أوراده قريب؟ مين فيكم راجع أوراده قريب؟ أقرب واحد كان راجع أوراده من 3 سنين. قال طيب نقول بسم الله. أول حاجة كتاب الأوراد ده إذا حطيته في جيبك بس ما قالتش أوراد، مجرد حطيته في جيبك بس تكتب عند المشايخ من الذاكرين الله كثيرا. يا سلام. أول حاجة كتاب الأوراد بس تحطه في جيبك كده أو في شنطتك أو معاك مطرح ما تروح، تكتب عنده عند المشايخ من الذاكرين الله كثيرا. المراجعة الأوراد على الأقل أو على الأكثر، مفيش واحد يقعد أكثر من 6 شهور ما راجعش أوراده. عم الشيخ طب أنا واحد يعني مرشدي في مكان بعيد، قال مين ده؟ ليه في مكان بعيد؟ وليه ما يكونش هنا في نفس المكان اللي انت فيه؟ عشان خلي بالكم احنا ساعات عندنا اصنام بنعبدها. اصنام بنعبدها من دون الواحد يقول لك لا انا متمسك بمرشدي. متمسك بمرشدك ليه يعني؟ بيعمل لك ايه مرشدك؟ اصله بيدعي لي. واي واحد ما هيدعي لك وما دعلكش خالص مش عايزين. احنا عايزين انت المريد والشيخ. المرشد ده واسطة خير. عمل ما عملش. وصل الرسالة وصلها، ما وصلهاش والله الشيخ هيوصلها بأي شكل كان.
معلش يعني سماح. اديت مرة خد واحد طريقة كده، اديت له طريقة أنا ما أعرفش، خد الأولى والثانية، يدور على الثالثة مفيش، كل يوم جاي ماليش نفس. طبعا ده غلط، أنا مقصر، بس أنا عندي سبب للموضوع ده، أطنش مرة 2 3 4 أنا نفسي زهقت من الموضوع ده. بعدين راح وجالي تاني يوم ضاحك ومستبشر كده، خير يا مشيخ، هو في إيطاليا دلوقتي، خير يا مشيخ، أنا شفت مولانا الشيخ امبارح. هو الشيخ مين؟ هو الشيخ محمد عثمان. بيعمل لك إيه يعني؟ قال لك إيه؟ قال افتح، هات ورقة وقلم، مرتبة الاسم المفرد، اكتب. وقام كاتب، قال له دي أوراد المرحلة الثالثة. كويس؟ قال له روح بقى الخيبان ده. روح بقى خليه يكمل لك بقى، خليه يفتش على دمه ويكمل. فيعني العم المرشد الحي هو ده المرشد على التحقيق. أما احنا كده بنسمونا مرشد بس مجازي، ده إرشاد مجازي. عشان كده يعني من ضمن المصايب اللي بنقع فيها حكاية التمسك بالمرشد، والشيخ يقول حاجة واحنا نقول حاجة ثانية. يعني الشيخ يقول إرشاد المنطقة. يعني إيه؟ واحد كان مثلا في مرسى مطروح، وبعدين خلص فترته في مرسى مطروح ورجع بلده دمنهور، يبقى واجب إن نائب منطقة دمنهور هو اللي يرشده أو يشوف من يرشده. ليه يا سيدي؟ عشان الشيخ قال إرشاد المنطقة. لا أنا بعتز بمرشدي، هذا صنم يعبد من دون الله. ومولانا الشيخ قال عليه يطهره للطائفين. زمان بدري كان واحد من معروف يعني، وعلى جمال الدين مني رحمته، كان يلقن الناس الاسم المفرد، والجماعة القدام سيادنا اللي قاعدين عارفين الكلام ده، يعني كده بالطريقة دي. مش كده؟ سيدي فخر الدين يقعد في الدرس يقول تلقين الاسم المفرد، يقول الله 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 الله، ده الاسم المفرد كده يا عم الشيخ بالظبط. ايوه ده هو ده الاسم المفرد. الف لام لام لازم يظهروا 3 مع بعض، ال3 حروف دول لازم يظهروا، الف لام لام. كل الناس سمع كلام سيدي فخر الدين برضه وكأنه صنم يعبد من دون الله. يعني من ضمن لأنه فين أو ده الابتداع، أو ده الابتداع، وده اللي يغير معالم الطريقة، وده مش هيحصل. ما هو حاجة من الاثنين، يا هيحصل بالدم، واحد هيضيع. يعني واحد يحاول يدمر في الطريقة، مش هيحصل، محدش هيسمح. قال بأخذ عزيز قادر سوف أحميها، بأخذ عزيز قادر سوف أحميها إذا هم أشقاهم ليعقر ناقتي. واحد يجي يعقر الناقة بتاعته، احسبها زي ما انت عايز، احسبها الطريقة، احسبها الأمراض، احسبها القصايد، احسبها أي حاجات منسك من مناسك الطريقة. بأخذ عزيز قادر سوف أحمي. إذا لما واحد يجي يبتدع، أنت بتبتدع لحساب من؟ حسابك الشخصي. يعني ينظر السهم، محدش يسمح له. وبعدين سأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب أليم. ويل يومئذ للمكذبين. مش حديث المرسلات اللي صدت وعدي، وويل 10 آيات عشار. عد ويل يومئذ للمكذبين لهم 10 مرات في سورة المرسلات، وكل واحدة بقصة في الطريقة، واحدة لهم قصص كلها حاصلة في الطريقة عندنا. إذا لما الشيخ يقول لك التربية بتاعتك تزيد بإيه؟ خليك مع الحتة دي. يعني كمل بهذا الأمر، المحبة والاتباع. والحمد لله الاثنين بيساعدوا بعض. يعني دايما كده المحب يتبع والمتبع لازم يحب. مرة عم الشيخ بيسألوه عن أسباب الهمة، قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من أقواله
وبعدين مرة تانية قال لهم حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يورث الهمة. كذلك برضه الاتباع النبي. اتباع النبي يعني ايه؟ يعني ما مؤاخذة ما بقاش عايز ابني طريقه وبتاوب وفاتح بقي، لا مؤاخذة يعني فاتح بقي وما احطش ايدي ومتعود على الحكايه دي وماشيه زي الحلاوه. لا، هم المسلمين احسن مني؟ هم السلفيين احسن مني؟ ما ينفعش يا عم شيخ. الاتباع يعني ايه؟ يعني تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع المشايخ، تتبع اهل بيتهم الكرام، تتبع الشيخ المربي اتباع بقدر المستطاع يكون كامل. يعني احنا كلنا عارفين ان الحديث ضعيف بتاع تقبيل باطن الابهامين، وفي بعضهم بيضعه، اللي هو تقبيل باطن الابهامين عند سماع صوت المؤذن يقول أشهد أن محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا. احنا عارفين ان الحديث ده في نظر من حيث عند علماء الحديث، ولكن كلنا بنعمل ليه؟ عشان شايفين مشايخنا بيعملوه، فاحنا كده بنتبع. يبقى المحبة والاتباع تخلي التربية تزيد. ايه اللي ينقص؟ حاجة قديمة موجودة كانت زمان اسمها الغلظة، كانت في الطريقة زمان. الحمد لله دلوقتي خفت كتير، ما عادش غير بقايا كده يعني أطلال الغلظة. ومرة الواحد تنتهي هذه الغلظة بس بيتدارك الأمر. الغلظة يعني إيه؟ يعني الواحد يكون يعني زي ما يقولوا أجريسيف، عدواني في معاملاته، عدواني. تلاقي إخوان مرة يجي يقول لك إيه؟ يعني الأخ ده أصلا كرهني في حياتي. وبعدين يجي أخ تاني بقى يقول لك الأخ نفس الأخ يقول لك ده كرهني في عمري، بكره هاجي طالع عشان خاطره. ده مولانا من أخطر ما يمكن على نفسه وعلى الطريقة وعلى الإخوان. ده المفروض على طول الناس تتداركه إخوانه، المفروض على طول الناس تقرأ له، المفروض نائب المنطقة يتبناه يتولى أمره. زمان كانوا يقولوا انتوا بتروحوا تزوروا اللي بيجي الزاوية. لا، اللي ما بيجيش الزاوية تروح تزوره. الأخ اللي انقطع هو ده اللي تروح له، مش الأخ اللي كل يوم في الزاوية. يقولوا سيادنا سيدي أحمد بن عجيب رضوان الله عليه في الفتوحات، يحبها الشيخ عبد الستار، يقول إذا انقطع أخ لكم فتداركوه قبل أن يموت، قبل أن يموت. فقالوا وما موته؟ قال برودته عن الرجوع إلى إخوانه. الأخ يبقى حلو، حتى عقيدته حلوة، تقول له ارجع ما يرجعش. الحضرة وهمة، كان عنده همة ومحبة، ولغاية دلوقتي عنده محبة، بس مش ما عادش برد. ليه؟ لأنه طال عليه الأمد، فما عادش قادر يرجع لإخوانه، واستحوذ عليه الشيطان خلاص. اللي زي ده بسرعة أوام قبل ما يحصل له الموت ده. إذا انقطع أخ لكم فتداركوه قبل أن يموت، مش قبل أن يموت الموت الكبرى، لا، قبل أن يموت قلبه. قالوا له وما موته؟ قال برودته عن الرجوع إلى الإخوان. فالغلظة أصبحت يعني حاجة في خبر كان دلوقتي، يعني أي واحد دلوقتي يصدر وكلام من ده ما عادش ينفع. الملعب مش هو الملعب، والميدان مش هو الميدان، والزمن مش هو الزمان، والمكان مش هو المكان. ولنا الشيخ محمد عمل حاجات جديدة خالص. ولنا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم رضوان الله عليه عمل شغل جديد خالص في الطريقة، جديد. يعني حبب الناس تاني في التصوف. يعني مثلا احنا كلنا بنحب الشيخ، اللهم امين. كلنا بنحب اهل بيت الشيخ، اللهم امين. ومع ذلك الشيخ عنده كل الناس واحد. يعني شوف مثلا دولة العدل بتاع مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، واحد مش هسمي أسماء لأنه داعية، واحد من أهل بيته الكرام، قفل على إصبع واحد من أهل البيت.
فمن شدة الألم قام لهفه ألم. فطبعا الأخ استقبل الموضوع استقبال مش حافل، تعب نفسيا، ولكن بكى حبتين كده وخلص الموضوع. اللي وصل الخبر مين؟ مولانا الشيخ محمد. بالباطن وصل، بالظاهر وصل. فقال لا، الموضوع ده ما يعديش. وواحد من أكابر أهل بيت الشيخ جمعهم الاثنين في مجلس واحد وكأنها محاكمة، عشان بس أنا يعني نوصل لحاجة إنه الخليفة ده ما عندوش تمييز. الخليفة ده عنده أمة النبي دي كلها واحد، وبالعكس كمان الجاهل أولى من العالم لأنه جاهل، إنما العارف ده عارف. قال له يا عم الشيخ أنت اللي هو الأخ البواري، أنت كنت قاصد تقفل الباب على صباعه؟ قال له لا طبعا يا عم الشيخ. قال له كويس، وأنت يا عم الشيخ كنت قاصد تضربه بالقلم على وشه؟ طبعا ما فيش فيها لا دي. قال له ايوه يا عم الشيخ. قال له اذا وجب القصاص. يعني زي ما ادالك قلم تديله قلم. فالاخ صرخ. طبعا مين يقدر يدي واحد من اهل بيت الشيخ قلم يعني؟ ليه؟ ازاي الكلام ده يعني؟ يا اخي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. احساس من اهل بيت الشيخ، خلينا من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ينفع؟ مش هينفع. فالاخ صرخ قال له ده حق ربنا مش حق حد. قال له وانا متنازل عن حقي. قال له انت متنازل عن حقك؟ قال له ايوه. قال له اذا وجب الاعتذار. انا اعتذر هنا، وكأنه مولانا يقول هنا قسطاس ربي مستقيم، وقول الله لا ظلم لديه، ومن حكم العليم يكون عدلي إذا ردوا تنازعهم إليه. فده شغل كان زمان ممكن يتدارى، ممكن يعدي، ممكن كذا وممكن كذا. ليه؟ لأن في كل واحد يبقى له دور في الحياة. يعني سيدي فخر الدين عنده دور زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المنافقين قاعدين في مجلسه وعارفهم بالاسم وبالوسم وبالشكل وبالصورة وكل حاجة، كل المعلومات عنده، ومع ذلك ما يقولش وما يعنفش، لا ويتجاوز. حتى انه سيدنا حنظلة ولا سيدنا حرملة قال له يا رسول الله الإيمان ها هنا، شو بلسانه، والنفاق ها هنا، مشاور على قلبه. النبي وضع عنه الضرب. ثاني يا رسول الله الإيمان ها هنا، يعني منافق يعني. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال دعا له اللهم طهر قلبه من النفاق وحصن فرجه، ودعا له بالخير. قال وجدت برد أنامله بين ثدييه. كويس. فلما فاق وربنا أزاح الغمة حس إنه فيه حاجة جديدة، كون جديد، حياة جديدة. فقال له يا رسول الله إني كنت بين قوم منافقين وكنت فيهم رأسا، يعني أنا كنت أستاذ فيهم يعني. أفلا أدلك عليهم؟ قال له من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ولا تهتك على أحد سترا. ما تهتكش ستر حد. فكذلك سيدي فخر الدين كان يبقوا قاعدين في مجلسه وساكت عنهم لغاية ما يجي مين؟ المأذون بيطهره للطائفين وإنه لقبلة قصاد وبيت العقائد، فخلص عليهم إلا كبيرا له. مش كده؟ مش الأصنام، مش يطهرهم من الأصنام. فطهر الموضوع ده تخصصه. وقال الشيخ محمد جايب حاجة اسمها مكارم الأخلاق. وقال الشيخ محمد الشيخ إبراهيم جايب حاجة اسمها مكارم الأخلاق. يقول انتوا رايحين، حصل في واحد شيخ طريقة في السودان قال والله أنا اللي أعمل الحلية بتاعت أبوي أعملها في نفس يوم حلية الشيخ محمد عثمان والشيخ إبراهيم.
ايه يعني الشيخ محمد انا اعمل الحليه بتاعتي في نفس اليوم وانبع الدعوه للشيخ على نفس اليوم. الاخوان بتغلي، اخواننا اللي شايفين الجواب والدعوه بيغلوا. ليه؟ ازاي يعني؟ وانت مش عارف ان في حليه؟ فالشيخ عادي خالص. مره كده الكلام ده قبلها باسبوعين ثلاثه، مره يا فلان اديله فلوس هات دقيق، يا فلان هات شاي، يا فلان هات سكر وحطه شوه في المخزن، هات زيت، هات كذا، هات كذا، هات تمر، هات مش عارف ايه، شوه في المخزن لغايه يوم الحليه، الليله الكبيره بتاعت الشيخ محمد عثمان الشيخ ابراهيم. وبعدين الشيخ كده خلصه كده قال له يا فلان تعالى يا فلان، الحاجه دي ودوها الحله الفلانيه عند الشيخ فلان اللي هو صاحب الحليه الثانيه. وقال استنى شويه. وبعدين راح دخل السلام عليكم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه اللي جابك؟ واللي مولانا الشيخ محمد انت ايه اللي جابك؟ مش عندكم حليه يا مولانا؟ ايوه وانتوا كمان عندكم حليه جايين نلبي الدعوه. انت ليه تلبي دعوتنا؟ علي الطلاق في الثلاثه حليه ابويا ما تتعمل السنه دي. الشيخ رضي الله عنه لما يتكلم في الموضوع ده بيقول المفروض كمان النفحه اللي بتبعتها دي تبعتها قبل ما تروح بوقت بزمن كافي. ليه؟ عشان لما تروح افرض ما عنده حاجه يضيفك، ما عنده حاجه يضيفك، يلاقي كده حاجه يضيفك بيها. فده اسمها مكارم الايه؟ الاخلاق. فده شغل مولانا الشيخ محمد الشيخ رضوان الله عليه. وبقت عاده دلوقتي في السودان كله. كل السودان، كل الحليات بتاعت السودان بقت على النمط ده. اي شيخ طريقه في حليه في طريقه ثانيه يبعت النفحه الاول وبعدين يروح يحضر الحليه. بقت عاده، حتى هنا في مصر انتقلت بالعدو. مولانا بيرهب جدا من حكايه نقص التربيه، وبيرغب الاول في تنميه التربيه. فبقول يعني حرم على النار، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هو دي الاخلاق اللي الشيخ عايزها مننا حاليا في الوقت الراهن. وبيحذر شويه من حكايه ان الواحد ما يهتمش بالتربيه، فقال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. بعدين في حاجه مهمه جدا جدا في حاجه في موضوع توحيد الوجهه. مولانا بيقول فالامر واحد وثم التفات وصاحبه واحد. لا الموضوع ده عايز الشغل. الأمر واحد عايز شغل. الأمر واحد وثم التفات وصاحبه واحد. يقول صاحب العزم واحد لا بعزم، ما إلى غيرها يجوز امتناؤه يكون امتناؤه، ما إلى غيرها يجوز امتناؤه. وأم مدينة إشارة رقيقة جدا، قال واتبع سبيل من أناب إليه. قالوا من الاتباع إنك تسمع كلامه هو بس مش هو وغيره. في حاجة حصلة احنا عايزين نعرفها، عايزين نعيشها. يعني في ناس كتير بقصد وبدون قصد بتعمل 1000 شيخ مع الشيخ، وده لا يجوز. إني أعيدك يا مريدي أن يثنى الواحد. قالوا إشارة الشعار بقى واتبع سبيل من أناب إليه. قال اتبع، فمن الاتباع الرجوع إليه لا إلى غيره. لما مؤاخذة يا عم الشيخ، مولانا الشيخ حذر من حاجات كده، يعني احنا بنعمل الضد. انت ترجع للشيخ بس. لما يكون في حاجة ترجع لمولانا الشيخ محمد فقط، أي حد تاني ما ترجعلوش، كائنا من كان.
هو عايز كده. طيب أنا مش شقيق، عمل قنوات شرعية، هذا الكلام ليس تنقيصا من قدر أحد ولا إعلاء من قدر أحد، إنما دي الواقع اللي الشيخ عايزنا نعيشه. قال فهل لغيره تنسب الأنساب أو هل إلى غيره تشير السماء؟ ما ينفعش يا عم الشيخ إن احنا نعمل الشيخ وأهل بيته كلهم مشايخ الطريق، مش هينفع الكلام ده. نجل ونحترم ونهتم عاليا ونقدر ونتأدب، كل ده وارد في حق أهل بيت النبي أجمعين وأهل بيت الشيخ على وجه الخصوص، لكن في حالة الرجوع إلى، لما هرجع إلى يبقى أرجع للشيخ فقط. هذا الأمر مش معناه تنقص من قدر حد، ده الأمر ده علشان قدرك أنت، لأنك أنت هتوقع نفسك في مصايب ما أنتش قدها، لأن أهل البيت دول تجليات، وكل واحد تجلي شكله خاص، وفيه تجليات الأسماء الإلهية متنوعة ومتعددة، فأنت مش هتتحمل هذه التجليات، لكن الشيخ لما يكلفك يعينك يبقى ما ترجعش غير لمصدر واحد بس. ولذلك الناس اللي حطوا نفسهم في المطحنة دي حصل لهم ايه؟ شوشروا وتعبوا. ليه؟ لأنه ياخد أمر من هنا ويروح حتة تانية ياخد أمر تاني ويروح حتة تالتة ياخد أمر تالت، وكلهم أصحاب حق. ما فيش واحد من أهل البيت صاحب حق والتاني لا، كلهم أصحاب حق وكلهم يحترموا، لأن الشيخ قال بينكم وبينهم الاحترام. الشيخ بيشاور هنا على الحتة دي، واتبع سبيل من أناب، نجد لفظ واتبع، فمن الاتباع الرجوع إليه لا إلى غيره. هكون غيره من هرجع لمين يعني؟ لبديع ولا شفيع؟ هرجع لمين يعني؟ عاكف؟ البديع ولا شفيع؟ لا العاكف ولا البديع، مش هرجع لحد، هرجع لحد يقرب له. قال لك لا إليه لا إلى غيره. وهل لغيره تنسب الأنساب أو هل لغيره تشير السماء؟ آخر حاجة عشان الشيخ إبراهيم المصري بيتوعد دلوقتي باطنيا. يعني علشان بس الناس تنتبه، لأن فعلا الموضوع ده خد مننا وقت طويل وعقبات كتير حصلت. السنة دي واحد من أهل البيت الكبار حصل إنه بدأوا الناس مولانا الشيخ فلان، مولانا الشيخ فلان، مولانا الشيخ فلان، مولانا محمد حاضر. أنا مولانا الشيخ فلان، مولانا الشيخ فلان، وأنا بمثل إيه بالظبط؟ يعني أنا بشتغل إيه يعني؟ وبعدين حصلت مشاكل كتير، فقام جاي يا عم الشيخ حصل في يوم كذا حصل كذا، في يوم كذا حصل كذا، في يوم كذا حصل كذا. ده مولانا الشيخ محمد بيتكلم قدام الناس أصحاب الحقوق، في يوم كذا حصل كذا. مظبوط؟ مظبوط يا عم الشيخ. في يوم كذا حصل كذا، في يوم كذا حصل كذا، 15 20 حاجة كده، أقل أو زيادة. قالوا ده ينفع في الطريق ده؟ قالوا لا ما بينفع في الطريق. قالوا إذا ما تحضر الحلية سنتين ولا 3 سنين، ما تحضر الحلية 3 سنين. حكم على من؟ على واحد من أكابر أهل البيت. ليه؟ لأنه يا مولانا الخليفة ده نظامه كده، نظامه ما عندوش غير خدمة دين النبي صلى الله عليه وسلم. أي حاجة تيجي تقف في هذا الطريق حتى لو بحسن قصد ليس له وجود. إذا الشيخ ما عندوش فلان ولا علان، ولا عنده مسؤول كبير ولا مسؤول صغير، عنده حاجة اسمها طريقة ودين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة الدين وخدمة الإخوان، خدمة ولاد سيد إبراهيم وخدمة طريق سيد إبراهيم فقط. فالموضوع ده لازم نعالجه في أنفسنا، توحيد الوجهة. لازم الواحد يوطد نفسه على توحيد الوجهة. أما أصحاب الحقوق علينا فنقرأ لهم الفواتح في الحضارات، نقرأ لهم في الدعوات في الحضارات، وبنقول لهم وبنحترمهم، لكن ما ندخلهم في موضوعات. ليه؟ لأن أنت بعد كده المتهم هتدخلهم في مواضيع خاصة بيك أو بالطريقة، أنت نفسك هتتعدد عندك الآراء
ولن تستطيع أن تختار رأيا واحدا فتخطئ في حق أحدهم أو في كثير من حقوقهم. يجب ننتبه للنقطة، ودي مولانا الشيخ محمد قالها زمان وما انتبهناش ليه. قالها في ثنايا كلامه كده صراحة. قال أنا قبل ما بسأل ده أنا بسأل اللي راح يستشيره. أنت رايح تستشيره ليه؟ اللهم جنبنا مواطن الفتن يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اصلح حالنا واخواننا الى احسن حال. اللهم اصلح حالنا واخواننا الى احسن حال. اللهم اجعلنا على مرادهم يا رب العالمين. اللهم ارهم منا ما تقر به اعينهم يا رب العالمين. اجعلهم قرة اعين لنا في الظاهر والباطن في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. شيء الله يرسل الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله دلوقتي هنفتح الباب للأسئلة. الأخ أي حد له عنده أي سؤال اتفضل. بس يا عم الشيخ لو في يعني شخص ما من اخوان الطريقه بيحضر درس وبيحضر حضره منهم بيقوم ببعض الافعال او التصرفات من ايماءات او الفاظ من شانها جذب الانتباه اليه. ايه دوري انا كابن طريقه معاه؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إذا جاز إن حد يعني بيعمل كده واللي يعني بالنسبة لابن الطريقة تكون منقصة، يعني واحد بيشاور على نفسه. لسه أخونا الدكتور إبراهيم بيتكلم في توحيد الوجهة زي ما احنا متعلمين في الطريقة. سيدة فخر الدين رضوان الله هذا العظيم يعني يقول إلى حيثما ولت بسوقي وجهة أراني أولي. خلي بالك يعني يقول أراني أولي، ما قالش أولي كده يعني مجردا، يعني هذه فطرته يمشي وأمامه. برضه يقول إمامنا حيث ولى كنت أتبعه، لذلك الجمع لبى حيث لبيت. الأخ اللي بيعمل كده يبقى بيشاور على نفسه، جعل نفسه حاجة غير البيت الإخوان، أو عايز يقول يعني إنه مميز. لكن إذا كان الحكاية عادة مستمر فيها يبقى الراجل المسؤول عن المكان ياخده كده على جنب بالراحة، لأن من نصح أخاه في ملأ فقد فرح. من نصح أخاه في ملأ فقد فرح. لازم ياخد الأول كده بالراحة. ولو مولانا الكلام اللي حضرتك بتعمله ده يجعلك يعني بتشاور على نفسك وكأنك الشيخ والباقيين مريدين، هو كأنك مميز عن بقية الإخوان. ودي مناقضة للسلوك خالص، لأن فيها حب الظهور. والأمر في الطريقة وفي السلوك الخفاء. سيد فخر الدين برضه هذا العظيم يقول والخفاء مزيتي. فيعني أقل آداب السلوك، ولازم نقول بقى الألفاظ ومسمياتها، يعني أقل آداب السلوك إنك يبقى عندك ذلة وانكسار. لأن القاعدة عند المشايخ اللي عنده ذلة وانكسار يرفعوه، لكن ترفع نفسك قدرا عن بقية الإخوان
هذه منقصة ولا يزيدك فيها شيئا، ولا يزيدك منها شيئا خالص، لأن ما حدش هيتقبل الحكاية دي مرة الثانية الثالثة، مش هيتقبل. يبقى إذا المسؤول، وبقول المسؤول الأول في المنطقة على طول يتولاه ويقول له يا مولانا الحكاية كذا كذا كذا، والسلوك مناقض لهذا الكلام. خفف من هذا السلوك أو من هذه الظاهرة أو من هذه الصفة علشان الإخوان تتنيها مجتمع وما يحسوش بالفرق أو بالتفرقة بينك وبين غيرك. فإذا يعني النصيحة الأول مرة الثانية الثالثة أستغفر الله، يعني يبقى على طول ينصح ولو على الملأ، يعني يتقال له الكلام ده يا اخوان خلي بالك ان الاخوان ما بيتقبلوش الكلام ده، واحنا يا شيخ لما بنجتمع قال نجتمع على خير ومرحبا، على حب ومرحبا. ما ينفعش خالص ان احنا نتجمع علشان نتفرق. والهدف من الجمع، الهدف من اللقاء الجمع ان احنا نكون جماعة واحدة، ما ينفعش حد يبقى مميز عن التاني. والنبي صلى الله عليه وسلم والدين والاسلام اخونا اللي كان بيقول الدرس الاول كاسنان المشط، ما ينفعش حد يبقى مميز عن التاني. وبرضه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بذاته الشريفة علمنا هذه الذلة وهذا الوضع، انه يعلمك ازاي الصحابي من الصحابة اي واحد من الصحابة كان على طول يعني زيه زي غيره بالظبط. ليه زيه زي غيره؟ لو قريت بداية سورة الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ألف ب، يعني ايه؟ يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدروه بكلام ولا فعل الا اذا طلب منه، وطلب منك مين اللي يطلب؟ حضرة النبي. ولذلك سيد ابن عتيبة ورجل الدكتور ابراهيم يقول لك المفروض انك تبقى زي الصحابة مع الشيخ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، يعني تبقى زي الملائكة مع ربنا. الصحابة مع الشيخ، انت مع النبي، انت مع الشيخ، انت مع الاخوان. المفروض انه يبقى كلنا واحد، ما ينفعش ابدا يبقى مميز، لان في الحالة دي عملت مع الشيخ شريك العقيدة، انت شايف نفسك حاجة والاخوان حاجة. دي بداية دائما الزلل. لو بصيت كده على التاريخ بداية الزلل هذا الخطأ، انه يرى نفسه غير بقية الناس. اذا رأيتك شيئا كنت محتجبا، لو رأيت نفسك حاجة غير بقية الاخوان محتجب بايه؟ قال برؤية الشيء اللي هو إذا رأيتك شيئا كنت محتجبا. يكفي هذا إنك تحكم، وإن ما تاخدش من بلدش المشايخ حاجة خالص. إذا رأيتك شيئا كنت محتجبا برؤية الشيء عما أنت ناويه، يعني أنت جاي للشيء، أنت في الحالة دي حاجب نفسك عن الشيخ. ينفع كده؟ وهكذا يا عم الشيخ تكون نصيحة. ولازم الإخوان فعلا ينتبهوا لهذا الكلام، لأنه بيحصل كتير في بعض، يعني في جلسة تدرس واحد على طول عمال يشاور على نفسه، في جلسة مش علم أو درس عايز يشاور على نفسه، في الحضرة عايز يشاور على نفسه، يبقى مش شايف إلا نفسه، مش شايف له إمام. وده يعني استغفر الله العظيم ما ينفعش خالص خالص. ولذلك الحكاية عندنا كلنا في الطريقة واضحة، والشيخ ما بيخليش. لما يقول البعض أما السلسبيل وذاقه والبعض عطش في سحاب مثقل، لأن النبي الشيخ يعني يبدأ يكون كله باكر الراجل عطشان شايف نفسه بس. والبعض أحيا الله فيه معرشه، والبعض يرضى بالدنيء الأسفل، هو الدنيء الأسفل لا يرى إلا نفسه. فربنا ينجينا إن شاء الله. يعني بداية بالنصيحة مرة الثانية الثالثة لازم يواجه يا عم الشيخ علشان يتعلم أدب السلوك كمريد. الله أعلم. أدب المريد مع الشيخ إنه بيرجع له في كل أموره.
وإن لم يفعل كما قال مولانا في الخطاب لا يفهم. طب أنا دلوقتي عندي موضوع مصيري محتاج أخد فيه قرار، المفروض أعمل إيه؟ مين السؤال؟ الموضوع المصيري ده خاص بالطريقة ولا موضوع شخصي؟ موضوع شخصي. جواز، شغل، سفر، أي مجال من مجالات الدنيا. هو الشيخ قال في الكلام ده ان الامور الهامه جدا بتستأذن الشيخ فيها، واذا كان في اتصال مباشر بالشيخ بتساله، مفيش بتستأذنه بانك انت تقرا فواتح للشيخ وتنتظر ان الشيخ يوجهك في الاتجاه المطلوب، او بيسر لك الامر في حاله انت مقدم عليه. لكن هنا الرؤيه مش متيسره لنا، وبالتالي انا النهارده لما يكون عندي موضوع هام زي كده باجي اقرا فواتح الشيخ واتحرك شرعي ملتزما بكل الامور الشرعيه. يعني لو جواز ناخد الامور الشرعيه كما هي موجوده عندنا في الشريعه. عملت ان انا الواجب ان انا استاذنت الشيخ ان انا قريت فواتح للشيخ وانتظر انه يوجهني، باخد الخطوات الشرعيه الصحيحه. اذا كان الموضوع هييسر الشيخ بيسره لك، بتلاقي الخطوات بتمشي. لقيت ان في حاجه بتمنع هذا الكلام، بتلاقي بتيجي في لحظه خطوه من الوقت الخطوات تقف، يبقى ده مفيش. ويبقى في الحاله زي كده مفيش داعي للعناد. ونقيس على الامور الشرعيه، الشريعه موجوده لنا جميعا وميسره لنا جميعا. وده القياس اللي في ايدك طالما مش انت مش ميسر ليك انك تلتقي بيه مباشر. عندك اتصال بالشيخ انك تروح تقابله تقدر تروح روح. عندك تقدر تتصل تليفون اتصل. ما تحققش الاثنين يبقى عندك النظام الالقاء بالشيخ بالفواتح. ما تعودش على مشروع يعني مثلا تشيره وتشيره. ممكن استشارة المرشد في حالة لو هو شايف ان استشارة المرشد من وجهة نظره كناحية خبرة هتفيده، لا شك في ذلك. هو بيتكلم مع الشيخ، انا عايز اتكلم مع الشيخ. النهارده من الامور الشرعيه ان انت تستشير تستخير. انا النهارده ما يسترليش زي انا مرشدي الدكتور ابراهيم، راجل قديم راجل خبره وانا شاب لسه صغير مثلا وعايز اتجوز، وبقى ناس هذا الراجل في فكره وفي رايه وفي قرار. باخد الوضع بروح اعمل الاختلاط مع الشيخ، وقد يكون رد الشيخ على لساني. اقول الوضع كذا كذا كذا، المواصفات لا يخصني كذا ولا يخص الطرف الاخر كذا. اديله الحاله بالظبط واقول له ايه؟ اديني رايك. او شوف الشيخ لو انت مكان الشيخ، او الشيخ لو في الوضع ده يقول لي ايه؟ انا مش قادر اوصل. يبقى هنا انا استشير في حاله لو انا شايف ان المرشد هيفيدني في هذا الموضوع. اتفضل. سماح سيادة، أهم حاجة في الموضوع ده عم الشيخ صدق التوجه. لازم ده. يعني أنا مقبل على أمر مصيري، بس أنا قاعد مستهتر وبتاع المؤاخذة، يعني ساعات كده بتاع إهلاو. في ناس كده لا، أنا عايز أتصور، عايز أتخلى، أنا عايز رأي الشيخ بالجد. أدي لازم تكون موجودة أول حاجة. تاني حاجة، أنت بتقول أمر مصيري زي إيه يعني؟ جواز؟ سفر؟ طيب ماشي يا سيدي، طب ما تسافر. فيه رؤية شرعية عادية متيسرة، ممكن أسافر لو كان أمر مصيري بالجد. طيب ماشي، الشيخ برضه مش متاح. طيب ما معنى قول سيد فخر الدين ولست بناء عن مريدي لحظة؟ إذا كان ده ملوش داعي، طب ما نشيل انت وخلاص بقى. يا مولانا انت عندك فواتح وصموديات بتعملها، ولا يكفي قولا واحدا. سيبوا يصياد بمعرفته. ده لو احنا ناس عقايد، لو احنا من الطريقه ناس عقايد سمحه مظبوطه. ولست بناء عن مريدي لحظة، عشان كده بعدها مباشرة قالوا وإن مريدي إرادتي، وبدل إرادتي قال لك في حتة تانية وإن إرادتي خير ويمنى. فاطمئن عن الشيخ، الطريق بخير والاستشارة بخير والاستخارة بخير، واعمل بس. اتفضل.
في سياق كلام الدكتور الرمسوي، حضرتك يعني دلوقتي في المدين في مواشي محمد رضي الله عنه وارضاه بدات تترسخ وبدات يعني بدات نسمعها حضراتكم. طب مع كده بس الصوت شويه عشان انا مش سامع. حضرتك المفاهيم بدات تترسخ الحمد لله، يعني بدانا نسمع من حضراتكم مفاهيم جديده عن المفاهيم السابقه اللي احنا اتربينا عليها، اللي هو في سياق كلام الدكتور ابراهيم الدسوقي اللي كان في اصنام بتوعه. كان في اصنام. فحضرتك حته كيفيه الحته اللي كانت بين المرشد ديت وبين الشيخ هي دي اللي ما زالت فيها كلام وفيها عوائق وفيها حاجات مكعبله الاخوان ومخليهم عندهم لسه برضه في بعض المفاهيم مش واضحه بالوضوح اللي يعني احنا كلنا نتمناه. فمثلا على سبيل المثال يعني حضراتكم مثلا ايه على سبيل مثلا التحديد الدكتور ابراهيم الدسوقي حقق منه هذا مثلا مره بساله بقول له يعني بعد ما حصل الموضوع بتاع اخيرا ده والحمد لله ربنا نجانا من الفتنه ديت يعني فماشي يرشد لسه مش مرشد في الحياه. فالراجل قال لي يعني مرحله كده ما محتاج مرشد انتوا كذا وكذا يعني كادب منه يعني ده معنى قال يعني. جينا في موقف ثاني جه برضه واحد مثلا من الساده الافاضل اللي هم مثلا برضه الجمهور بتوع اللجنه كده فاتقال الامر ده قدام منه فقال لي يعني استغفر الله العظيم يعني ازاي ما محتاج. فهنا في عايزين حضرتك نستوضح بقى ايه حته المرشد ديت. وبعدين انا دلوقتي يعني مبدئيا المرشد محمد انا بستعين بالشيخ وبره توازح وبفوض امري للشيخ وبحاول ايه الا ان حته الاستشاره مع المرشد ديت هنا بقى دور المرشد ايه بقى يعني او حدود المرشد ايه في حته ان هو يعني الاخ يرجع له بدون ما يقلله وما يصنفه يخليه صنف يعرف ان هو مرشد والمرشد نفسه يبقى عارف ان هو مرشد او هو اخ بيخدم اخوه او يعني بيحاول يسير في الايه يعني مخدم الاخوان كلهم. وانا اسف على التقديم يعني. لا السؤال كويس جدا. هي الفكره برضه عشان توضيح للامور احنا في بدايه الطريقه لما اي واحد يدخل الطريقه بيدوه في المرحله الاولى حتى الاستغفار بعد فتره قلت تعالى نبتدي نقول المراقبه. بيقول لك تراقب مين؟ قال لك راقب الشيخ ولا راقب المرشد؟ الشيخ لان احنا كل جميع ابناء الطريقه في جميع انحاء الارض بيراقبوا هو شخص واحد. يعني عدلال على ايه؟ اللي موجود هنا الشيخ. طب ايه القصه اللي جاي الراجل اللي هي في النص ده؟ ده مجرد واحد دلك على الخير. الدال زي حديث النصر الدال على الخير كفاعل. ده راجل دليل خير وليس هو مرشد، هو دليل خير. المرشد هو الشيخ وفي الشيخ مع الشيخ. والمرشد كل الكرم اللي المشايخ بتقوله نتيجه ان هو وصل لك المعلومه علشان تبقى ابن طريق وله حق الاحترام والطاعه في امور الطريقه والدين بما يرضي الله ورسوله ويتمشى مع الشرع ونظام العقل العادي. مش معقول المرشد هيبقى انا ماشي معاه ونلاقي اذان في المسجد واقول له تعالى نخش نصلي، لا مش مهم تعالى نصلي بعدين. ده شيء ما يتماشاش مع شكل المسلم العادي. اقول له لا بعد اذنك انا هدخل اصلي. دي ما تبقاش مخالفه للايه؟ للمرشد. لانه في الحاله دي بينهاك عن حاجه مطلوبه فيها امر واضح هي الصلاه وصلاه الجماعه. مثلا انا بدي امثله ليه؟ المرشد ما هو الا راجل دلك على الطريق الخير وبيوصل لك المعلومه من مسؤول عن الشيخ. النهارده لما الشيخ قال البيان واذيع على جميع انحاء العالم كل واحد بيفهمه بمفهوم. النهارده الدكتور ابراهيم بيتكلم في بند واحد من البنود علشان يوضح لنا المفهوم. احنا كل واحد عنده مفهوم مختلف او كلنا جايز يبقى المفهوم واحد ناكده لبعض. يبقى احنا مهمه الدكتور ابراهيم هنا ايه؟ مش هو بقى الشيخ عشان توضح لنا، لا هو اخ ربنا وهبه شيء من الحكمه قدر فيها يميز الكلام بتاع الشيخ ده ويقول ان الشيخ بيشير الى 1 2 3 دليلي في هذا عند ابن عجيمه قال كذا، في الايه القرانيه بتقول كذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، الايات ابيات من القصائد بتقول كذا. انا ما بديش حاجه من دماغي لكن ربنا وجهني او الشيخ وجهني ان انا اكتب لكم شويه المعاني دول توضيحا للبند ده. هل بقى كده الدكتور ابراهيم بقى شيخ؟
عشان قال الكلام؟ لا، ده ربنا او الشيخ اجرى على لسانه هذا الكلام الجميل توضيح ليا وليكم غيرنا نفهم ونعرف ايه الهدف من الكلام ده، نعمل بيه ازاي. الكلام بيتقال مش عشان احنا نسمعه ونسعد بيه وسلام ونسقف له زي العالم بتسقف. الكلام بيتقال عشان يتنفذ. التوضيح ده هو التفسير ده عشان انا انفذه ازاي. لو انا راجل ما قدرتش اوصل للمعلومات دي يبقى مش هعرف انفذ كلام الشيخ ده. يبقى القصه كلها ان وجود واحد بيقول درس للدكتور ابراهيم او مرشد او مسؤول محافظه او مسؤول منطقه او مسؤول حضره او مسؤول جمهوريه مصر العربيه كلهم بيتكلموا في اتجاه واحد، ان الشيخ بيقول 1 2 3 بيوضحوا من كلام المشايخ ومن الايات ومن السنه. ما حدش بيجيب من راسه عشان ينجي نفسه. واحد هيشاور عن نفسه زي ما كان بيتكلم اخونا الحاج عبد الستار، يبقى دي اول دلائل الايه؟ الخروج على ايه؟ نمره 1 العقيده تبدا تفسد. في نمره 2 اصبحت الوجهه مش واحده، هشتت الوجه، يبقى انا خرجت عن الاتجاه العام المظبوط. اي واحد المشايخ واحد يرد يقول لي طب لما واحد بيعمل الكلام ده ما بيخلصوش الموضوع ليه؟ لا، في صبر. احنا عرفنا وقلنا ان كل واحد له دور، زي ما الدكتور قال ان كان مولانا الشيخ محمد عثمان دوره في البدايه كذا، وساب الباقي دور مولانا الشيخ ابراهيم كذا، دور مولانا الشيخ محمد كذا، يبقى دي ادوار مختلفه. وبعدين كل واحد له رؤيه. ولو انت عندك عقيده ان الشيخ موجود معانا دلوقتي وسمعنا كلنا وشايف اللي في قلوبنا كلنا واللي في دماغنا كلنا، تطمئن وما يضحكش عليك حد تاني ياخدك في سكه حب. كلنا مريدين، لان الشيخ قال كده ابنائي جميعا، يعني معناها ايه؟ وقال ما يدل على الجمع ده كلهم ابناء وليسوا مشايخ. في الشيخ كلهم ابناء جميعا في تساوي. انت لو عندك 3 اولاد تفرق بينهم، ما يجوا يحطوا على الاكل تاكل واحد شويه زياده والثاني تشيل وتدور الاكل. ما تيجي تجيب لهم حاجه في المناسبه تجيب لهم لبس كلهم زي بعض، ولا بتجيب واحد وما تجيبش الثاني. كلنا عند المشايخ بيراعونا كلنا زي بعض مع اختلاف السن او اختلاف الوضع الخدمي. ده راجل مهمته بيخدم في مجال ما، ده بيخدم في مجال ما، ده بيخدم في مجال ما، كل ده بيخدموا مين؟ المريدين دول كلهم. يعني دول خدم عند دول. وبيسألوا كمان على التقصير بتاعهم. لكن انت او انا كمريد انا 100 مبسوط، ما بسألش عن حاجه، انا بسأل عن نفسي بس. انما ده مسؤول عني، يسأل ويحاسب، خاصة أم أدى أم وفى، عشان كده سموه مسؤول. يسأل. فالقصة هنا مش معنى ان المسؤول بقى شيء، لا، وأنا أسأله وأرده لو أخطأ. مش حد فينا أفضل من سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر. صح؟ قال إن رأيتوني كذا قولوا كذا اعملوا كذا، والتاني قال نفس الكلام، أخطأت أن أصابت امرأة وأخطأ عمر. في حد يقول كده؟ في حد في زماننا يقول كده؟ هيدول قدوة، دول بقى الصحابة اللي اتعلموا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. دول قدوة اللي المشايخ ده بيشيروا إليهم في قصايدهم وفي دروسهم وفي كل حاجة. يبقى الفكرة هنا ما خليش أي حد ياخدني في سكة غلط بعيد عن الشيخ، وأنا عندي الدليل من أول ما دخلت الطريقة إن أنا عندي ربط مباشر بالشيخ. أدخل المراقبة أمين وحاطط الصورة قدامي ولا الصورة قدامي، ده أنا في اتصال مباشر. كونك أنت ما أنتش شايف مش معناه إن الشيخ مش موجود معاك. في اتصال مباشر. أنت عايز تعمل إيه؟ عايز إيه أكتر من كده إن في اتصال مباشر؟ وبعدين الناس الكويسين الحلوين يحصل له إيه؟ الوالد ده بيجي له حاجات هو في المراقبة كده، إيه الشيخ معقول كلمه ويعمل كذا وكذا كذا، واخده وزوره مش عارف فين ووديه فين. مش بيحصل للناس اللي ربنا فتح عليهم يعني نتمنى ان يبقى زيهم كده، بيحصل كده. عم الدكتور ما مش قال واحد انا قفلت عليه شويه، الشيخ ضحك عليا وراح من ورايا راح له وقال له خد كذا كذا. هو ده تعليم لنا يعني ايه؟ يقول الخلاصه في هذا الكلام يا اخوانا مفيش عندنا اصناف الطبع. كلنا مريدين، كلنا زي بعض،
القعده على الكرسي ده مش مجرد قعده على الكرسي عشان يعني يبقى خارج، لا مش موجود، ده عشان خلاص قرب ال70 ومش قادر يقعد على الارض، خلاص عرض عايز 3 يشيلوه خلاص. فالفكره مش لا هي مناسك ولا هي مناصب، والقصه في التصوف كله عمل باطني وليس الظاهري. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اشكالكم ولكن ينظر الى ايه؟ قلوبكم ونتائجها. القصه لا ده ولا الجلابيه. واحد خلي طريقه، واحد يدي لواحد الطريقه، واحد قديم الطريقه يدي لواحد الطريقه جديد، بعدين الجديد ده يومين 3 نحسب علامات ذكر القلب، والتاني ما يعرفش حاجه عن ذكر القلب مثلا يعني. هيعملوا ايه المرشد؟ عندك حاجه الاثنين، يا يدعي يا يعمل الصح ويسلمه لاقرب واحد يعرف. يبقى اذا مفيش قيمه للمرشد في حاجه. قيمه المرشد شغل تعامله زي ما يتعامل ابوه، تحترمه. اذا كان يعني الناس بتحترم، يعني واحد بيحترم ابوه يحترم المرشد. زي ما الواحد بيحترم ابوه بالظبط يحترم المرشد. اما حكايه ان هو صاحب فضل فيه، لا، في مرشدين بقى، في مرشدين من بتوع زمان يعملوا ايه بقى؟ يفضل حابس المسترشد، حبسه، ما يدلوش اي اوراد ترقيه الا بالقطاره، ومثلا كده يعرقله. ده شغل، ده بيحارب الله ورسوله، بيحارب المشايخ من حيث لا يدري. ليه؟ علشان يفضل طول عمره ما يجيبه يقول له انا عندي الورد الفلاني وينوه له، اصل انا عندي الطلسم، اصل انا عندي العوالم، مش هديها لك، ما مش هديها لك دلوقتي ولا انت لما تترقى شويه. يعني انا طول عمري هفضل احسن منك، وطول عمرك هتفضل محتاج لي. الكلام ده يا مولانا اصلا ده لا يمت للتصوف بصله ولا بالاخلاق حتى العاديه. فيعني الحذر مرشدا ومسترشدا. اتفضل يا باشا. المثل منصوص المشاور في الشيء. يشاور لك في الشيء، مش مهمته يشاور على نفسه. مش مهمته الرئيسية. اللي هو الخط من قبلها إذا كان مرشد. إذا قلنا عليه مرشد وعندنا زي ما يقول المرشد الشيء، لكن أنت بتاخدها لفظ الاستعارة يعني الشيخ هو واقف في حاجة ولا بتاع، لكن المهمة الرئيسية أن يشير لك إلى صاحب الأمر. فأول ما يشير إلى نفسه اعرف إن الموضوع ما فيهاش مسمى. ليه أبناء الطرق الصوفية ما كونوش حزب سياسي؟ وهل يجوز ليه إن احنا نضمن أي حزب؟ طيب سئل مولانا الشيخ محمد في هذا الموضوع عن احنا مالناش دخل بالسياسه. الطرق الثانيه عايزين يعملوا حزب يروحوا. احنا هدفنا الدين وخدمه الدين ومحبه النبي وآل بيته وذكر الله والصلاه على الرسول. ده مهم في الطريق. خدمه الدين، محبه النبي وآل بيته وذكر الله والصلاه على الرسول. مستعينين بكلام الشريعة ككل وكلام المشايخ في شكل أوراق أو ما يجيبوه لنا كل فترة في شكل بيان أو توجيهات أو خلافه. لكن هذا لا يعني إن أنا ما أديش الدور السياسي المنوط بيه كفرد. بمعنى إن أنا أشارك في الانتخابات أو أختار واحد يمثلني في مجلس النواب أو أختار في مجلس الشورى في المجلس المحلي، كل ده دوري وحقي المجتمعي. في فرق بين الدور المجتمعي والدور السياسي. الدور السياسي ده اللي هم ناس عايزه مناصب في الدوله وكراسي وكلام من ده، وده مش اتجاهي. لكن انا دوري المجتمعي ان انا اعين على عمل الخير، بان انا اجيب راجل الخير ليؤدي العمل. ما يبقاش قدامي اثنين، واحد وحش واحد حلو راح عشان وحش فقريبي اروح اختاره. ما فيش امانه هنا. الامانه تقتضي ان انا اختار الاصلح. بالمقاييس الدينية والشرعية والحياتية اليومية اللي أنا عارف بتاع الناس اللي بيقول، لأن احنا عارفين إن العرف بتاع الناس ده طالما لم يخالف نص شرعي فهو أحد مقاصد التشريع. أنا النهاردة طالما أنا ما خالفتش النصوص ديت واخترت، فده عمل مجتمعي وليس عمل سياسي.
انا جاوبت كده ولا حد عايز حاجه ثانيه في الموضوع ده نزود؟ اتفضل يا عم، اللي عايز يسال مين؟ انا مش شايف. اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اللي طبعا أول جلسة دي نحضرها في الطريق الصوفي، وأنا من حوش عيسي، فأنا عندي سؤال، ونفس السؤال بتاعي لاحظت فيه بعض الكلمات أو بعض السؤال اللي أنا استنتجته من كلام حضرتكم. فطبعا السؤال اللي أنا بتاعي هنقوله لما نقول السؤال اللي جه في دماغي وحضرتكم تكلموا. عايز نعرف ايه هو المرشد، انما السؤال بتاعي انا راجل نعتبر عرباوي بدور يعني، فكل واحد منا عنده موهبة، اي موهبة. انا راجل عندي موهبة. ايه الموهبة بتاعتي؟ موهبة الفن. موهبة الفن. بيغني يعني مطرب. فأنا متمسك بيكم ومتمسك باللمة الحلوة ديت، وقلبي كاد يطير من الفرح، ومتمسك جدا بالطريقة بتاعتكم. والله أنا قلبي منشرح فعلا يعني. بس أنا عايز نعرف علشان هو موهبته دي ممكن يشتغل في الطريقه عندنا راجل منشد ان شاء الله، يستفيد فيه ان شاء الله، صوت حلو، صوت قوي، الاداء بتاعه واحد حد مثلا من الاخوه اللي هم متمرسين في العمليه دي يقول له بس القواعد بتاعتها في الانشاد ازاي، هتلاقي هو اوتوماتيك مش محتاج. واحنا هنعمل لك بروفه دلوقتي على شكل الانشاد بتاعنا. هل انت سمعته قبل كده؟ حضر معانا حضرتك. انا عايز هسمعك ما يوازي بس من 5 أو 10 جد كتير عشان تكون الشيخ ابراهيم الفنان اللي زيك ده. يا عم الشيخ سمعت الاذان بس. انا الشيخ ابراهيم العصر بيأذن بره، نصلوا ولا لا ممكن نتكلم